السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي ممكن نعمل تصميم زي كده ممكن نستخدمه في صورة مصغرة. إحنا عشان نعمل صورة مصغرة هنحتاج 3 حاجات أساسية، وهي صورة الشخص أو صورتك أنت اللي أنت هتعمل بيها الصورة المصغرة. تاني حاجة الباك جراوند اللي هتكون في الخلفية، اللي هتكون مدية الشكل ده على حسب المحتوى وعلى حسب الصورة فيها إيه بالظبط. وتالت حاجة اللي هي التكست اللي إحنا نكتبه. أول حاجة هنحتاجها إن إحنا نفرغ الصورة دي، إن إحنا ناخد إن دي فيها باك جراوند بلون مختلف. فبالسلكشن هنحدد الجزء ده ونعمل له ماسك، بحيث ان احنا ناخد الصورة دي لوحدها، وهناخد الصورة الخلفية دي ونبدأ نكبرها عشان تكفي الباك جراوند كلها. هنلاحظ حاجة ان في هنا اجزاء لسه من لون الخلفية، احنا ممكن نشيلها بالطريقة البسيطة، ان احنا نيجي عند الماسك ونجيب اللون الاسود وبالفرشة الناعمة ونصغرها ونبدأ نشيل الاجزاء البسيطة دي. طبعا دي مش ادق حاجة، بس بالنسبة كحل سريع ممكن يفيدنا. تمام بالشكل ده. هنبدأ نعمل بلور للباك جراوند، هنجيب من فلتر بلور ونبدأ ان احنا نعمل بلور للباك جراوند، بحيث ان هي يدو بس تدي منظر للشكل بتاع الثامنيل او الصورة المصغرة. هنيجي بقى نشتغل على الشخصية نفسها او الصورة بتاعت الشخص ده، بان احنا نخليه شكله مناسب مع الباك جراوند. بمعنى ان احنا ممكن نعمل color fill ونختار اللون الطاغي على الباك جراوند وهو اللون ده مثلا، ونبدأ ان احنا نعكس الماسك من كنترول واي، وبعدين نحدد على الماسك نفسه بكنترول كليك شمال علشان يحدد الشخصية ده. بس احنا لو دوسنا كنترول وكليك شمال على الصورة هيحدد الصورة بالباك جراوند. احنا عايزين الجزء اللي احنا حددناه بس بالماسك اللي هو ده. تمام. هنيجي بقى نتأكد ان احنا محلمين على الماسك بتاع اللاير بتاعة اللون، علشان نبدأ ان احنا نضيف اللون على الشخصية. وهنجيب اللون الابيض ونبدأ ان احنا نلون الاجزاء اللي بره، بحيث ان هو يكون متماشي مع الباك جراوند، ان اللون مأثر على الشخصية نفسها. تمام. هيكون بالشكل ده. ممكن نيجي عند اللاير دي ونغير، نخليها كلر بحيث ان هو يكون شكله مناسب اكتر. هنيجي بقى للتكست. طبعا على حسب الفونت وعلى حسب التصميم اللي احنا بنعمله هيختلف الفونت. هيكون بالشكل ده كشكل جميل اكتر، او علشان نعرف ازاي نعمل الحركة دي بيكون عن طريق شيفت وحرف الجي او حرف التي على الكيبورد. تمام لحد ما نوصل للشكل ده. هنبدأ ان احنا نغير في لون كل جزء من التكست، ان احنا نعلم عليه. يعني احنا لو علمنا على التكست كله هيبدأ ان هو يغير لون التكست كله. احنا عايزين نغير تصميم لوحديها وصورة مصغرة لوحديها، فنعلم على كلمة تصميم بس، ونبدأ ان احنا نديها مثلا اللون الابيض، ونعلم على صورة مصغرة ونبدأ نديها اللون من الخلفية عشان تكون بالشكل ده. علشان تكون واضحة معانا ممكن نعمل لها ستروك ونخليه لونه اسود ونكبره شوية بالشكل ده. وعلشان نوصل للشكل المايل بالطريقة دي بكل بساطة هنختار فري ترانسفورم، أو من كنترول وألت وتي. هنبدأ إن احنا ندوس كنترول، نفضل دايسين على كنترول ونسحب الجزء اللي على اليمين ده، هنقدر إن احنا نخليها برسبكتيف بالشكل ده. علشان ندي شكل ليه جمالي أكتر برضو نقدر إن احنا نعمل نيو لاير تحتيه ونغطي الجزء اللي تحتيه، بمعنى إن احنا نجيب الفرشة العادية باللون الأسود ونبدأ نلون الأجزاء اللي تحتيه. ممكن أعملها بالبين تول، ممكن أعملها بأي طريقة، بس دي بالنسبة للطريقة الأسهل، بحيث إن هو يكون كله متغطي بالشكل ده. علشان نعمل الإضاءة الموجودة على التكست ده نيجي عند الليرة التانية اللي هي اللي فوق، ونبدأ إن احنا نعمل أوتر جلو، بحيث إن احنا نعمل زي إضاءة خفيفة للتكست ونخليه نفس لون اللبني أو اللي هو اللون الطاغي.
يكون بالشكل ده. طبعا نقدر نعدل في الالوان زي ما احنا عايزين في الشدة والكلام ده. ممكن نعمل لاير تاني وناخد اللون بتاع الباك جراوند او لون التكست نفسه، وبالفرشة الناعمة ونكبرها شوية في نص التصميم، وضغطة واحدة بسيطة بالشكل ده، ان احنا نقلل الاوباسيتي شوية بحيث تكون بالشكل ده، تدي منظر ان هي منورة شوية علشان نوصل للشكل ده. وتقدر بقى في الخلفية يعني ورا كلمة تصميم ممكن نعمل مربع زي كده، ونبدأ ان احنا نضيف فيه الشكل اللي احنا عايزينه عن طريق الكليبنج ماسك. ولو مثلا هناخد الصورة بتاعت الباك جراوند عشان نحطها، ممكن نعمل منها كوبي ونحطها فوق الشيب اللي احنا عايزين نحط فيه الصورة، ونبدأ نعمل كليبنج ماسك علشان يكون جوه الصورة. وطبعا مش هيكون باين لان احنا محتاجين ان احنا نصغره جواه علشان ايه يبان بالطريقة دي. ممكن نشيل البلور علشان الشكل يكون واضح بس اكتر، ونعمل ستروك بسيط كده بحيث ان الشكل يكون واضح. نقدر ان احنا نعدل في شوية تفاصيل تاني، زي ان احنا ممكن مثلا نجيب الاكسبوجر ونبدأ ان احنا نغمق اللون شوية زي كده، ونبدأ نعلم على الشخصية نفسها وبالفرشة الناعمة، ونبدأ ان احنا نلون الاجزاء اللي عكس الخلفية بحيث ان هي مش واصل لها ضوء، فممكن ان احنا نغمقها بالشكل ده، هتكون شكلها افضل. ممكن برضو نعمل لاير فوق كل اللايرز اللي عندنا، ونبدأ ان احنا باللون الاسود نكبر الشكل كده، ونبدأ ان احنا ايه نلون الحواف بتاعة الصورة باللون الاسود، برضو بتدي شكل افضل. طبعا برضو على حسب انت حابب شكل الصورة يكون ازاي والمحتوى اللي بتقدمه ايه. الفكرة في الصورة المصغرة او التصميم عامة انك بتشوف العناصر اللي انت محتاج تحطها في التصميم او الشكل النهائي، وتبدأ ان انت تحطهم مع بعض وتخليهم كلهم متناسقين بحيث ان هي تبان انها صورة واحدة مش كذا صورة محطوطين مع بعض. توصل للنقطة دي بان انت تظبط الظل والإضاءة بتاع كل لاير او بتاع كل صورة انت حطيتها في الديزاين بتاعك بس. ودي كانت الطريقة اللي نقدر نعمل بيها صورة مصغرة بسيطة باختصار.